السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في كودفيرس أكاديمي. المحاضرة رقم 5 في السي اس اس. النهاردة هنتكلم عن نوعين من أنواع السلكتورز مهمين جدا وليهم استخدامات جميلة، نقدر نعمل بيهم شغل جميل. النوعين دول يعني نقدر نستخدمهم بشكل عام في مواقع أو في شغلنا، يعني من غير ما يسببوا لنا مشاكل، بل بالعكس بيسهلوا علينا الشغل. فيلا نفتح كده ادي المشروع بتاعي اهو. انا هنا عامل صفحة السي اس اس بتاعتي، وطبعا عامل هنا صفحة الاندكس دوت اتش تي ام ال اللي هي هنكتب فيها الكود. فطبعا ناقص ان احنا نعمل عملية الربط، فهنيجي هنا هنربط كده، نكتب تايتل. ادي تايتل، هنكتب ندي كده كود فيرس اكاديمي. اللينك بتاعنا بتاع السي اس اس، فهنقول لينك ادي السي اس اس، وطبعا هنربط بالمسار فهيبقى assets css، وادي الفورمات دوت سي اس اس اللي احنا جايبينها من المسار ده assets css فورمات دوت سي اس اس. هنا انا كاتب مجموعة من الاكواد، ممكن نزودهم شوية، يعني نعمل مثلا سبان، هنكتب هلو كده. ممكن نرجع نعمل باراجراف تاني ونكتب مصطفى مثلا. وهندخل بقى نعمل اول حاجة. طبعا هنحتاج ان احنا نعمل جو لايف كده. فادي كده الموقع بتاعي اهو، ادي الكلام كودفيرس اكاديمي بروجرامينج هلو مصطفى. وهنبدأ هنا دلوقتي ناخد السي اس اس. فاول سيلكتور في السمبل سيلكتورز اللي هناخدها علامة النجمة. علامة النجمة دي بتعمل تنسيق جميل جدا. انا هاجي اعمل كده واقول له color ريد، فهنلاحظ ان كل الحاجات اللي عندي خدت كولر ريد. طب الحاجات اللي عندي دي ايه؟ الحاجات اللي عندي دي اصلا بي باراجراف وسبان. طب تعالوا نعمل كده يو ال جواه ال اي ونكتب حاجه كده. هنلاحظ ان حتى ال اي ابتدت تاخد نفس اللون اللي انا شغال عليه، اللي هو اللون الاحمر. يبقى النجمه بتنسق كل حاجه عندي. طب لو انا حطيت جدول مثلا، تيبل، وجوه التيبل عملت تي ار بتي دي نيم ايج، فهنلاحظ ان كل حاجه بنعملها بتاخد تلقائيا اللون الاحمر. دي فايده النجمه، ان انا لما احب انسق كل حاجه عندي بشكل مباشر وسريع بينسق لي كل حاجه. بس طبعا ناخد بالنا ان احنا لما بنعمل تنسيقات النجمه دي لازم نبقى مراعيين ان هي بتعمل تنسيقات على كله. فلو انا حبيت اعمل حاجه بتخالف التنسيقات اللي محطوطه على النجمه، لازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا من الحته دي. طبعا ممكن احط بقى تنسيقات، اي تنسيقات انا عايزها، وليكن مثلا فونت سايز، مثلا حجم الخط وليكن لارجر، فهيبدا حجم الخط يكبر معايا زي ما انتم شايفين كده. كل ده بيتطبق على جميع انواع الاكواد، التاجات اللي مكتوبه في ال HTML بشكل مباشر وسريع، لان انا عامل النجمه. طيب، كمان في تنسيق من السمبل سيلكتور. تعالوا مثلا نعمل على نكرر البي دي كده تاني. تعالوا نكررها كده. انا كده مكرر مصطفى 3 مرات زي ما انتم شايفين اهو. وممكن اكرر ال اي دي، اكررهم. تعالوا نصغر الخط شويه لانه طبعا كبر قوي، يعني فممكن نخليه لارج اهو. فكده انا عندي مصطفى متكرر كذا مره، واحمد واللي هو ال اي متكرره كذا مره. هاجي دلوقتي اعمل كلاس هنا.
فهقول له كلاس وليكن مثلا نيم مثلا. يبقى الكلاس عندي اسمه نيم، وهاخد الكلاس ده تاني هكتبه عند البراجراف التاني كده، كلاس نيم. وهاجي في السي اس اس هنسق كلاس النيم ده. فاحنا كنا بننسق كلاس النيم ان انا بقول دوت نيم، وتعالوا نديله التنسيق اللي انا عايزه، color جرين. فهنلاحظ ان في اتنين بس اللي اتلونوا باللون الاخضر، اللي هما الاتنين اللي واخدين كلاس النيم. مصطفى التالتة دي ما فضلت باللون الاحمر اللي هو تنسيق النجمة. طيب ادي كده اول حاجة لاحظنا الاختلاف اهو ابتدى يعمل ايه. لو انا جيت خدت كلاس النيم ده كوبي، خدته كوبي كده وحطيته عند ال اي اللي اسمها محمد، والال اي اللي اسمها محمد تاني، فهنلاحظ ان الاثنين اللي اسم محمد او الثلاثه اللي باسم محمد، تعالوا نحطها في الثلاثه، خدوا اللون الاخضر. لان انا كلاس نيم هنا بقى موجود على الباراجراف وبقى موجود على ال اي اللي باسم محمد. هنا بقى ممكن نعمل حاجه جديده، ان انا ممكن اعمل كده. هاجي اقول له انا عايز ال اي دوت نيم، ال اي دوت نيم اللي هو ال اي اللي واخد كلاس النيم، الكلر بتاعه عايزه يكون بلو، الكلر بتاعه بلو. فهنلاحظ ان الباراجراف واخد، او خلينا نقول من الاول ان كل الحاجات اللي واخده النجمه باللون الاحمر، كل الحاجات اللي واخده النجمه باللون الاحمر، كلاس النيم واخد اللون الاخضر، كلاس النيم اللي محطوط على ال اي خدت البلو. يبقى انا كده قدرت استخدم كلاس النيم ده مرتين، مره مع الباراجراف ومره مع ال اي. لكن قدرت احدد ان ال اي اللي بكلاس النيم هيبقى باللون الازرق، كلاس النيم بقى نفسه باللون الاخضر. يعني انا لو لغيت دي هنلاحظ ان ال اي رجعت باللون الاخضر تاني، انما هي كانت باللون الازرق. ليه كانت باللون الازرق؟ لان انا حطيت لها قلت لها كلاس النيم اللي في ال اي بالازرق، هنا كلاس النيم عامه باللون الاخضر. كده انا خلصت اتنين مهمين جدا من السمبل سيلكتورز في سي اس اس. هنكمل السيلكتورز مع المحاضره الجايه ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو شير ولايك للقناه، واشوفكم على خير. سلام عليكم.